والقرآن يقرأه 3 نفر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قراء القرآن على 3 أقسام: رجل يضاهي به يفتخر به، إما لجمال صوته أو لحسن قراءته يفتخر به، فهذا من الخاسرين. ورجل يستأثر به، كذلك من الخاسرين. ورجل يقرأه لله، فذلك الذي ينال الأجر والثواب عند الله تعالى، ويقبل الله قراءته ويثيبه عليها ويرفع درجته. قال عمر رضي الله عنه: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. الله يرفع، اللي يرفع القرآن يرفعه الله تعالى، واللي يوضع القرآن الله تعالى يحطه ويذله. وانظروا الآن هذه 700 مليون يدعون الذلة والهوان المسكنة، لأنهم ما رفعوا القرآن، خفضوه وخفضهم الله، وأذلوه فأذلهم الله. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب إثم من تأكل بالقرآن أو فخر به أو رأى به. يقول البخاري رحمه الله: أذكر لكم في هذا الباب الحديث الذي يوافق شرطي في الصحة، وهو الإثم والذنب الذي يتحمله من رأي من تأكل بالقرآن، الذي يأكل بالقرآن قليل أو كثير، أي يعلم أو يقرأ ويأكل أجرا على ذلك، ويأخذ أجر على ذلك، هذا متأكل بالقرآن. وكذلك يقرأه للفخر أيضا، الله تعالى يعذبه عذابا أليما. يقرأ يعلم التواضع ولا يعلم التكبر والفخر. أو رأي بها قرأه رياء يمدحه الناس،